السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. نقول المقدمة بتاعتنا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه الحاجات الحلوة دي؟ ده زبادل السحور يا جماعة، شهر رمضان بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وبخير، وينعاد عليكم بخير يا رب العالمين. بصوا تماسك الزبادي حلو ازاي، اللهم بارك. انا جايبه لبن موثوق منه، لبن جاموس بخيره، من مكان موثوق منه. ده اللي بالفراولة، عاملة سادة وعاملة بالفراولة. ان شاء الله جربوا الطريقة وهتعجبكم، وعلى ضمانتي يعني. وصفاتي حلوة ومجربة، وان شاء الله تعملوها وانتم مطمنين. انا عاملة كده 2 كيلو لبن. بصوا التماسك بتاعهم، اللهم بارك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حاجة كده من الآخر حلوة، وكفاية انه حاجة كده صحية ونظيفة وعاملاها بإيدك، يعني اللهم بارك، حلو خالص. بصوا كوباية الزبادي متماسكة معايا ازاي، يعني ما شاء الله. يعني انا اتفاجأت الصراحة. انا بعمل كل سنة عشان سحور رمضان، وبعمله عادي يعني. ما بنتي بتحبه وبتطلب مني بعمله لها. بنعمله على طول في السحور، معتمدينه. ف طريقتي حلوة جدا. دي حلة حطها على النار، وجبت كلين لبن. دول 2 كيلو لبن، يعني ايه بدفيهم على النار. على فكرة ما بيتعمل باللبن الجاموسي بيبقى احلى من اللبن البقري، لان انا في رمضان اللي فات كنت عاملاها بلبن بقري، فكناش لاقيين لبن جاموسي كده. حد ساعتها في رمضان جاب لي برطمان لبن جاموسي وعملته، كان تحفة وكان حلو زي كده ومتماسك. ده ما نقدرش نستغنى عنه في السحور. بنتي الكبيرة مدمنة زبادي، لازم زبادي على السحور. دول 2 كيلو انا فضيتهم في الحلة، بدفيهم يا جماعة زي دمعة العين. يعني ايه؟ مش تغليهم ولا يسخنوا، لا، زي دمعة العين، زي الرضعة تحت البيبي. تحط صبعك كده تستحملي الحرارة بتاعت اللبن، تمام. مش هتغليه يعني، تخلي بالك منه. جبت لل2 كيلو لبن علبتين زبادي من العلب الصغيرة دي، العلبة ب3 جنيه تقريبا. حطيتهم في الخلاط، لكل كيلو علبة زبادي. وبعد كده حطيت معلقتين لبن بودرة، يعني عشان يبقى متعزز وقوي كده. ما عندكيش لبن بودرة ولا يهمك، يعني عادي تمشي طريقتك زي ما انت، اللي هو علبة الزبادي واللبن اللي هتكسري بيه. دي الخميرة بتاعتي الزبادي. هضربهم في الخلاط، وهم ضربتهم كده في الخلاط، وهنزل بيهم على 2 كيلو لبن. بس كده هدوبهم، وهجيب الكباب واصبهم فيه. طواجن كبابي، اطباق اللي عندك، اللي في مقدرتك، يعني اللي يريحك. ما توقفيش على اي حاجة. كده انا هصبهم. جبت كبابي عندي كده، هصبهم فيها. عفوا. بصوا كده انا هحطهم، وهعمل عملت 3 سادة، والباقي بالفراولة عشان الولاد بيحبوه بالفراولة اكتر. اللبن اللي انا جايباه لبن بسم الله ما شاء الله، موثوق منه، حلو جدا، من حد يعني نعرفه، لبن بخير. كده انا عملت 3 كبابي سادة، وهنزل بالفراولة عشان اعمل باقي الكمية بالفراولة. ده جيلي فراولة يا جماعة، جايباه من العطار ما في المشتريات. وحطيت سكر عشان عايزينه محلي، يعني على حسب رغبتك انت، لو عايزاه محلي مش محلي اللي يريح حضرتك.
فكده ضربتهم مع بعض وهعبيهم برضو في الكباب. واللي وصل لحد هنا يا جماعة يحط لي اللايك فضلا وليس امرا، عشان اللايكات بترفع الفيديوهات وتتشاف، واللي بيشوف قناتي يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان توصله كل الاشعارات وكل الوصفات اللي انا بقدمها. لسه ان شاء الله مكملين باذن الله تجهيزات رمضان باذن الله لحد اول يوم باذن الله. اللهم بلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين رب العالمين. ان شاء الله عندنا وصفات ومفاجآت كتيرة جدا في رمضان. لسه هنكمل تجهيزات السحور وللفطار، هتريحك يا ست الكل عشان تبقي مرتاحة وانتي صايمة. احنا بنعمل الحاجات دي والوصفات بنريح على ست البيت او الست اللي بتشتغل، فبتساعدها وبتريحنا احنا كمان والله. يعني لما بنجهز الحاجات دي بتبقى الموضوع سهل علينا جدا. يعني لو عندنا عزومة او اي حاجة في ثواني بنكون عاملين الاكل. هنا انا جبت مية سخنة بتغلي من السخان وحطيتها في قعر الصينية. طيب وهعمل بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده هجيب استريتش او ما عندكيش استريتش بصينية بطولها كده او فوطة ولفيهم بيها. انا لفيتهم باستريتش وكنت مولعة الفرن. هتولعي الفرن بتاعتك ربع ساعة، مش هتولعي وتحطي فيها، لا يا جماعة دققوا معايا في الموضوع ده. بصوا هتولعي الفرن ربع ساعة على اعلى درجة وتطفيها. هتطفيها، بعد ما تطفيها هتحطي الزبادي كده لمدة 7-8 ساعات كده. انا كده ولا كنت مولعة الفرن طفيتها حطيتهم. بص الفرن مطفي وهسيبهم كده لص. وكده كنت طلعته من الفرن حطيته في التلاجة. بص ما حطيته في التلاجة كان لقيته كده بسم الله ما شاء الله متماسك وحلو جدا. بصوا يعني حاجة اللهم بارك يعني. قوام وتماسك حلو جدا. بصوا انا قلبة الكوباية يعني كنت فرحانة جدا انا وبعمل الحركة دي، فرحانة بيها والله العظيم. منظرها فظيع حلو جدا. بصوا الكوباية بسم الله ما شاء الله يعني حاجة حلوة جدا. جربوها ومش هتندموا. واللي يشوف وصفاتي يحط لي لايك عشان الفيديو يتشير ويترفع كده وكل الناس تشوفه ونستفاد من بعضينا. ويا رب يجعل رمضان رزق عليكم وخير وصحة وسلامة علينا وعليكم أجمعين يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وبخير. وانا بحبكم في الله يا جماعة. وكل اللي طالباه انكم تدعموني وتشاهدوا قناتي وتشاهدوا فيديوهاتي وتحطوا له اللايك يعني فضلا وليس امرا باذن الله. وكل اللي يشوف قناتي او فيديوهاتي وعايز وصفة يكتب لي وانا اعملها له ان شاء الله من وصفاتي، لان انا بعمل حاجات كتيرة وان شاء الله هعملها معاكم باذن الله.